السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ بهيجة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وتكونوا بأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم حلوات العيد، يعني حلوة بسيطة واقتصادية في نفس الوقت، وأهم هادشي كتجي بنينة ومشقة كيف ما كتلاحظوا في الصورة. غنبدا معكم بالمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. عندي هنايا جوج ديال الكؤوس ديال الكوك اللي حمرتهم هكايا كيف كتشوفوا في الصورة. كنحمروهم شويه كيعطيونا واحد المذاق والنكهه رائعه. كنحمروه مزيان حتى كيولي لنا هكا على هذا الشكل مذهب صافي، وكندوزو المرحله الثانيه. غادي ندير هذا الكوك هذا على جنب، وغادي ندوز نطحن هنايا كاوكاو من بعد ما حمرته حتى هو وخليته بالقشره ديالو. غادي نهرمشو غير شويه صافي، وغادي نديرو تا هو على جنب. غادي نوجد كاع المكونات اللي محتاجه في هذه الغريبه هذه. كتجي رائعه لا في المذاق لا في الشكل ديالها، كتجي روعه ما شاء الله، وبسيطه في التحضير ديالها مع حلويات العيد. يعني كنحاول نجيب لكم هكا وصفات سهله وبسيطه في متناول الجميع. صافي هنا من بعد ما قلت لكم طحنت هذاك كاوكاو او هرمشته، غادي ندوز دابا للعجين اللي غنحتاج فيها. هنايا ربعه ديال الزبده، انا كنستعمل هنا لي مارك ديال اللذة اللي غادي نقطعها هكا طريفات ونديرها الكل في الهاشوار. كيف كتعرفوا دابا مع البرد كتكون شويه الزبده قاصحه صافي، غادي نقطعها هنايا في الهاشوار وغادي نخلط الجميع المكونات هنا في هاد الهاشوار هادي باش تولي لنا هذاك الخليط ديالنا هكايا على شكل كريمه كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو وكيف ما هو موضح في الفيديو تماما. ما نقصت ما زدت حتى شي حاجه صافي. هذه هي يعني تنقطع هكايا الطريقه ديالي، كندير كل شيء في الهاشوار وكنضربهم هكايا صافي كيكونوا جاهزين معنا. هنا زدت كاس ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، غادي نزيد هنايا غادي نخلطهم بعدا هما الاولين، وعاد غادي نزيد باقي المكونات. هنا من بعد ما ندمج ليا هذاك السكر مع الزبده غنزيد هنا كاس ديال الزيت. زدت هنايا جوج بيضات صافي، وغادي نضرب الكل جيدا حتى نحس بالخليط ولا ليا على شكل كريمي صافي. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما خلطنا جميع المكونات. هنا غادي نزيد النكهه ديال الكراميل، بغيتو تزيدوها زيدوها، ما بغيتوش بلاش. انا زدت هنايا غير معلقه حيتاش هذا الفلو هذا منك فيه السكر، وانا درت هنا كاس كبير ديال السكر بلاش ما نحتاج ندير الفلو كامل. درت هنايا غير معلقه على حسابيه النكهه صافي. غادي نسوس هذا الخليط هنايا في هذا البول، وغادي نجمع العجين ديالي بالدقيق، وغادي نزيد هذاك الكاوكاو والكوك حتى هما غنزيدهم مع الخليط ديالنا. انا هنا استعملت يدي. هنا الكوك عندي خليت النص حمرته والنص خليته هكاك بلا تحمار، غرضنا غير بالنكهه ديال الكوك، داكشي علاش كنحمروه صافي. هنا راه عبرت تقريبا جوج كؤوس ديال الكوك، راه كاس محمر وكاس ما محمرش باش نعطيكم مقادير مضبوطه، وكاس ديال الكاوكاو اللي حمرته وطحنته بالقشره ديالو. هنا غادي نزيد ساشيات ديال الخميره، غادي نخلطهم مزيان مع هذا الخليط، وغادي نبدا نزيد الدقيق بالتدريج. هنا زدت معلقه او جوج معلقات ديال النشا، يعني الا كان متوفر لما كانش ماشي ضروري صافي. وغادي نغربل هاد المكونات جيدا، وغادي نجمع العجين ديالي غير نجمعو ما نحاولش ندلك العجين صافي. وانا كنزيد في الدقيق، يعني ما غاديش نقدر نعطيكم الكميه ديال الدقيق. الدقيق يختلف من نوعيه الى اخرى، يعني غادي تبان لكم العجينه هكا شويه تبقى مطلوقه شويه ماشي نقصحوها صافي. عندي هنايا سكر كلاصي وحبيبات ديال الكاوكاو باش اللي تزين. هنا كنعبر باش يجيني نفس القياس، ما تجينيش وحده كبيره وحده صغيره. وغادي نفند مزيان في سكر كلاصي ونحط في صفيحه الفرن او في اللاطه اللي غتدخل الفرن. حلوى سهله واقتصاديه في نفس الوقت،
يعني دغيا تحضروها وانتم كتقضيو هكايا في شغيلات في الكوزينه. راه فيه ساع يمكن لكم تحضروا هاد الحلوه هادي وما فيهاش مكونات بزاف. صافي كنحاول نفند مزيان في السكر كلاصي، ومن بعد غادي نجيب هذاك الكاوكاو وغادي نتكو هكايا في الوسط ديال الغريبه ديالنا، وغنستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي ديال العجين ونرجع معكم ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران، راه مازال في اللاطه. شفتوا كتفلح كامله وكتشقق وكتجي روعه ما شاء الله. انا درتها هنا في البواطه، نسيت الشكل النهائي درتها في البواطه باش نحتفظ بها، كتبقى معكم كما هي. كتستفوها بهذه الطريقه هذه وتسدوا عليها بمحكمه الاغلاق باش تبقى لكم ديك القرمشه وديك الهشاشه ديال الحلوه. راه جات روعه ما شاء الله. وهذه هي نهايه الفيديو. نتمنى يعجبكم هذا الاقتراح ديال اليوم، وما تنساونيش من البصيمات وشي تعليق زوين محفز هكايا وتشجيعا منكم. واللي مازال ما تابونا في القناه يتابونا. وشكرا لكم على المتابعه وعلى تشجيعاتكم الجميله، ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.